وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. فالصلاة خير موضوع، وينبغي للإنسان أن يكثر من الصلاة دائما. والإنسان إذا تعود على أكثر الصلاة صارت قرة عينه وصار يألفها دائما. ولكن نعني بالصلاة الصلاة الحقيقية التي تكون صلة بين الإنسان وبين ربه، بحيث إذا دخل في صلاته لا يلتفت قلبه إلا إلى الله وحده، لا يلتفت إلى شيء من الدنيا، بل يلتفت إلى الله. إن كبر استشعر عظمة الله عز وجل وكبرياءه، وإن قرأ كتابه الكريم الفاتحة وغيرها استشعر بأنه يتلو كلام رب العالمين الذي تكلم به لفظا ومعنى. وإن ركع استشعر أنه يخضع لله عز وجل. وإن سجد استشعر أنه ينزل أعلى ما في جسده وأشرف ما في جسده إلى مهبط القدمين وموضع الأقدام، تواضع لله عز وجل. وهكذا يكون مع الله عز وجل في صلاته. وهذا يحصل إذا استشعر الإنسان بهذه الأمور. أما من دخل في الصلاة على أنها عادية من الأمور العادية، فالغالب أن قلبه يسرح، ولولا أنه معتاد على الركوع والسجود ما ركع ولا سجد. نسأل الله أن يرزقنا إياكم الإخلاص.